خليني أسألك سؤال واحد بس، هو ليه بتحس إنك تايه حتى وأنت بتعمل الصح؟ يعني بتشتغل، بتحاول، يمكن بتقرب من ربنا أكتر، بس جواك إحساس إن في حاجة مش مظبوطة. لو الإحساس ده عدى عليك قبل كده خليك معايا شوية. التوهان مش دايما معناه إنك ضايع، أحيانا التوهان بيجي وأنت ماشي في الطريق الصح فعلا، بس تعبان مش مرتاح، حاسس إنك بتجري من غير ما توصل، وده يخليك تسأل نفسك سؤال خطر: هو أنا غلط ولا أنا ناقصني حاجة؟ خليني أقول لك الحقيقة بهدوء، دماغك مش معمول علشان الضغط اللي إحنا عايشينه. معلومات كتير، توقعات أعلى من طاقتها، مقارنات، سرعة في كل شيء، موبايل، السوشيال ميديا. دماغك مش بيلحق يفهم، فبيحصل تشويش، والتشويش ده إحساس اسمه توهان، مش كسل منك ولا ضعف ولا قلة إيمان، ده حمل زيادة عن النفس. أغلب الناس لما تحس بالتوهان بتعمل إيه؟ تزود مجهود أكتر علشان تحس إن هو صح، تضغط على نفسها أكتر، تقول لازم أشتغل أكتر، لازم أبقى أقوى، لازم أستحمل. بس ده زي واحد تايه ويجري أسرع من غير أي فايدة، من غير ما بيعرف هو رايح فين. الحل مش إنك تزود، الحل إنك تهدى شوية يا صديقي، تاخد خطوة ورا وتسأل نفسك سؤال مختلف: هو أنا فاهم اللي بيحصل لي ولا بجري بس؟ الفهم هنا أهم من أي مجهود ممكن تعمله وقتها. لما تفهم أكتر التوهان يهدى حتى لو الظروف ما اتغيرتش من أساسه. بص يا صديقي، أقولك على خطوة بسيطة ممكن تبدأ بيها. جرب النهاردة حاجة واحدة بس، ما تزودش حاجة جديدة، لا عادة لا هدف ولا التزام، بس اقعد مع نفسك 5 دقايق من غير موبايل واسأل نفسك: أنا حاسس بإيه بجد ومحتاج إيه دلوقتي؟ السؤال الصح أقوى من 1000 محاولة ممكن تاخدها وقتها. خليني أقول لك حاجة أخيرة: لو أنت حاسس إنك تايه بجد وأنت بتعمل الصح، فده معناه إنك واعي جدا، مش ضايع زي ما الناس بتقول، بس محتاج تفهم أكتر مش تضغط أكتر، ودي ركز فيها قوي. لو الكلام عجبك اعمل لايك علشان يوصل لغيرك، ولو حابب محتوى هادي يفهمك عن نفسك اكتر من غير جلد الذات اشترك يلا في القناة. مستني ايه؟ واكتب لي في الكومنت: الفهم قبل المجهود. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.